مع الركلة الأولى. كافاني واحد لفالنسيا، سجل إيدنسون. كافاني أول أهداف هذه الركلات لمصلحة فالنسيا. الإصابة الأولى تعطي الثقة للخبابيش والضغط بالتأكيد على ريال مدريد. 1-0 لفالنسيا. ركلة ناجحة لفالنسيا عن طريق صاحب الخبرة الكبيرة إيدنسون كافاني. والدور الآن مع هذه اللقطة على القائد صاحب الهدف الريال في هذه المباراة، أيضا من علامة الجزاء من غيره كريم بنزيما. لكن مامارداشفيلي قدم مباراة كبيرة للغاية. الآن ريال مدريد مع الركلة الأولى. بنزيما أمام مامارداشفيلي. بنزيما أمام مامارداشفيلي. المحاولة للتعادل. بنزيما سجلها لريال مدريد. ركلة بركلة سجل ريال مدريد عن طريق بنزيما بعد أن تقدم كافاني. ركلة بأخرى. مباراة صعبة بالتأكيد فوق الميدان في ركلات الترجيح في مواجهة حارسين بإمكانيات كبيرة. المسألة ستكون صعبة للغاية أيضا. الآن الركلة لفالنسيا. الركلة لفالنسيا، وبطبيعة الحال العيون والأنظار من جانب أنصار ريال مدريد على المتألق تيبو كورتوا، ومحاولة للتقدم مرة أخرى للخبابيش مع هذه اللقطة والفرصة أمام كورتوا. ضاعت الركلة الثانية يا فالنسيا. ضاعت الركلة الثانية يا فالنسيا. يا الله، ركلة تضيع كانت بقوة كبيرة. قوة كبيرة كوبرت. قوة كبيرة كوبرت. المدافع السويسري لعب الكرة تشتيت وليس تسديد. تشتيت عن المرمى وليس تسديد باتجاه المرمى. سجل كريم بنزيما. الدور على لوكا مودريتش الكرواتي الكبير امام الحارس الجورجي المتألق مامارداشفيلي. الركلة الثانية لريال مدريد بعد ان ضيع فالنسيا. مودريتش ومامارداشفيلي. مودريتش سجلها لريال مدريد. الثانية ناجحة يا ميرينجي. لوكا الكبير لا يمكن ان يضيع الميرينجي. الهدف من ركلة ناجحة حلوة كانت في مامارداشفيلي. ذهب مع الكرة لكنها اختارت لوكا. حبت لوكا، تعشق لوكا، قدم لوكا ومهاراته الكبيرة. الآن الدور على فالنسيا. الضغط أكبر على فالنسيا. إضاعة أي ركلة سيقرب ريال مدريد من النهائي. سيعصف في أمان فالنسيا بالتأكيد بعد معركة كبيرة ومباراة كبيرة وليلة قدموا فيها عرضا رائعا. الفرصة الآن والكرة بروعة كبيرة من مريبا. مريبا في منتهى الهدوء. يا رايق يا مريبا، يا هدوءك يا أخي. مريبا هدوء تام. خدع كورتوا سجلها. أي أعصاب عندك يا إلياكس. مريبا سجل لمصلحة فالنسيا. ثم الدور على توني كروس. كارلو يعطي كبار القوم تنفيذ ركلات الترجيح. بدأ ببنزيما ثم لوكا مودريتش والآن إلى توني كروس الحارس الجورجي. مامارداشفيلي هل يفعلها أمام الخبير الألماني لوكا أو توني كروس؟ توني بهدوءه، توني تركيزه، توني بعيونه، توني أيضا بقدراته العالية بخبرته وشخصيته وحنكته. وبعد ذلك لقميص ريال مدريد لقد مروا بالكثير من الأوقات العصيبة تجاوزوها بسلام. هذه بالنسبة لهم ليست ركلات ترجيح تلعب بالأعصاب، بل أنك ربما تصفها في بعض الأوقات بنزهة قياسا بما مر عليه هذا الجيل من معارك كروية كبيرة. الدور لفالنسيا والركلة لفالنسيا والانتظار مع هذه الكرة أمام كورتوا. تسديدة وفالنسيا يبقى في الأمل ويعيد الأمل ويبقى في المعركة. جاتوزو لم يخسر بعد. فالنسيا لا زال يقاتل، لا زال يحاول، لا زال يتمنى أن يصل إلى النهائي ولا زال يحافظ على أمله
مامون سجل الركلة. الدور على اسينسيو من جانب ريال مدريد. اظن انه ريال مدريد ان سجل هذه الركلة خلاص تقريبا سيكون في النهائي، سيكون من الصعب على فالنسيا بعد ذلك العودة. الكرة من جانب ماركو اسينسيو امام مارداشفيلي. اسينسيو حطها في المرمى. اختارت ريال مدريد هدف من جانب اسينسيو من علامة الجزاء. البارع اسينسيو يسجل بروعة هدف او ركلة ريال مدريد الرابعة لكي ينتظر بعد ذلك عشاق ريال مدريد الركلة القادمة، لأنها إذا ضاعت ذلك سيعني تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية، وتكون خيبة أمل لغاتوزو بعد مباراة كبيرة جدا. جايا أمام كورتوا، الفرصة للعودة يا فالنسيا أم هي لكورتوا؟ هي لكورتوا، هي لكورتوا، هي لمدريد. نعم لمدريد. تيمو الكبير تيمو كورتوا يحسم الأمور بمنتهى الهدوء، بهذه الخبرة، بهذه الحنكة. أنا ما أقول لكم أن مثل هذه المواقف